أهلا بيكم في قناتنا قصتي. لو عندكم أي مشكلة ومحتارين في حلها ابعتولنا على صفحتنا على فيسبوك أو في صندوق التعليقات وهنساعد بعض عشان نلاقي لها بإذن الله حل. ومعانا مشكلتنا النهاردة. أنا مي، عندي مشكلة، ياريت تفيدوني. حكايتي بدأت وأنا عندي 24 سنة. اتقدم لي ناس كتير وكنت كل شوية برفض، لأني بصراحة كنت بخاف من فكرة الارتباط أو إني أتعرف على حد جديد، لأني بطبعي شخصية منطوية جدا. وده بدأ يزعل أبويا مني لحد ما تقدم لي شاب كويس ومهذب. خفت بصراحة أرفضه عشان أبويا كان طالع لسه معاش وكان عاوز يجوزني عشان يطمن عليا زي أي أب في الدنيا، عاوز يطمن على بنته وشايف إن الجواز استقرار. فوافقت عليه بس قدام عيلتي، وفي قرارة نفسي إن هفسخ خطوبتي له بعد فترة بأي حجة. المهم إني قعدت مركزة بقى مع أحوال خطيبي، لقيته بصراحة شاب مهذب ومحترم ومكافح. وبعد شهرين حسيت إني بدأت أحبه جدا، لكن حصلت له بعض الظروف المادية فطلب من والدي إنه يطول الخطوبة، ووالدي وافق. وفضلت مخطوبة له 2 سنين، وبعدين اتجوزنا في شقته في بيت العيلة اللي هو بناها بنفسه من شغله بره مصر. رغم إنها شقة عادية بس بصراحة كانت جنة بالنسبة لي. اخترت كل حاجة فيها حتى ألوان الدهانات، وعشت فيها أجمل 5 شهور في عمري. وكان بيعاملني كأني ملكة، ودايما كان بيقول لي انت كتير عليا. وفي يوم بعد ما فطرنا قال لي هيروح لعمامه في البلد. قلت له عاوز اجي معاك. قال لي لا عشان انا كنت لسه حامل جديد، وقال لي روحي لمامتك النهارده قبل ما اجي بالليل. ووصلني وبعدها بنص ساعه لقيت موبايله بيرن عليا، ولقيت حد بيقول لي ان صاحب التليفون عمل حادثه. بصراحه اتسمرت في مكاني، اصله اكيد ده كذب. جريت بسرعه على المستشفى، للاسف فعلا طلع هو. بعد وفاته فضلت في شقتنا، مرضتش اسيبها ابدا. حياتي كلها بقت بكا ودموع، وما عدتش عارفه الليل من النهار. كل ما افتكر ابني اننا حلمنا نسميه سوا ونربيه سوا ازعل، عشان هيتولد يتيم الاب. والظروف الماديه بصراحه معايا ما كانتش احسن حاجه، كانت صعبه، لانه كان دخلي كله 500 جنيه بعقد مؤقت وما كنتش عارفه هكمل حياتي ازاي. بس امي كانت دايما بتقول لي ربنا هيدبر لك امورك وهيرزقك. بالنسبه بقى لاهل جوزي ربنا يعلم، كنت بحس ان حماتي دي هي امي وان اخواته هم اخواتي. لما جيت اولد سبت مع حماتي مفتاح الشقه، وابويا هو اللي تكفل بكل مصاريف ولادتي، وكان بيديني فلوس من وقت للتاني، وقال لي تعالي عيشي معانا. بس انا رفضت، قلت له لا، انا عايش في شقتي عشان اربي ابني. وبدات اكمل دراستي الماجستير وخدته بتفوق. وفجأة تقدم لي أخو جوزي، رفضته فورا لأني رافضة إن أنا أتجوز بعد جوزي الفكرة من أساسها. لقيت والدته بتقول لي أنت لسه صغيرة وأكيد كده كده هتتجوزي. قلت لها لا أنا هربي ابني. لقيتها بتقول لي لا مش هينفع بقى تعيشي معانا في البيت وابني عاوز يتجوزك. وفعلا رجعت بيت أبويا وكنت بطمن عليهم بالتليفون لأني فكرتهم أهلي. وكملت الدكتوراه بامتياز. ومن باب صلة الرحم خدت ابني وفاجئت أهله بزيارتنا. لقيتهم فتحوا الشقتين على بعض، شقتي وشقة أخوه. قلت لهم، وقالت لي إن ابنهم اللي أنا رفضته إنه هيتجوز في الشقتين دول. ولقيتهم خدوا عفشي وسابوا لي حاجات بسيطة مكسرة رامينها في جنب. قلت لهم عملتوا كده ليه؟ على الأقل كنتوا استأذنوني. قالت لي ما جاش في بالي والله. أبويا قال لي لو عايزة تاخدي حقك بالقانون أنا معاكي. قعدت أفكر طول الليل وقلت مش ما هوقف أهل جوزي في المحاكم. فبعتنا وسيط عشان اخد عفشي وهدومي اللي اختفت، وفعلا حددوا ميعاد. ولما ابويا راح قالوا له هنسلمها الشقه والعفش بس مش دلوقتي، لما ابنها يكبر ويبقى يبلغ سن الرشد. تاني يوم لقيت واحده قريبتهم بتتصل بيا وتقول لي طب لو هم عايزين يشوفوا ابنك هتمنعيه عنهم؟ قلت لها لا بس ما حدش طلب يشوفه اصلا. ولقيت ابويا واخواتي عملوا لي مفاجاه من باب انهم يخففوا عني، وبداوا يبنوا لي دور فوق بيت ابويا. وبعد 8 شهور نقلت ليه وبدات ارتب وافرش بيتي الجديد. لقيت مكالمه من جامعه بره مصر كانت بتعرض عليا التعاقد. انا اصلا كنت قدمت فيها من زمان ونسيت. في البدايه فكرت حد من اخواتي بيهزر معايا، لكن الموضوع الحمد لله طلع بجد. وعشان ابويا كان خايف عليا سافر معايا، وطبعا معايا ابني، لكن الغربه كانت صعبه عليه. فقلت الحل اني اتجوز، وبخاصه ان اتقدم لي ناس كتير. فاخويا قال لي ان اخو جوزي بيجدد طلبه تاني. قلت له اني هوافق بس يبلغه اني عاوزه شقه ابني وعاوزه شقه جديده اتجوز فيها. عمل انه موافق بس قال لي مش هينفع يجيب لي شقه جديده، وقال لي نتجوز في دي مؤقتا. فانا رفضت. وانا في الاجازه لقيتهم جم، ولقيت حماتي بتقول لي ان ربع البيت متسجل اصلا في الشهر العقاري باسم جوزي، بالاضافه لنصيبه في ورثه الشرعي في نصيب ابوه في ال3/4 الباقيين، لان جوزي هو اللي بنى البيت من شغله بره مصر. المفاجاه الاكبر ان اخوه الصغير كمان قال لي انا عايزه اتجوزك، انا على خلاف مع مراتي وهطلقها، بس هم ما يعرفوش حاجه عن الموضوع ده. المره دي وانا مسافره ابويا ما قدرش يجي معايا، فاخويا هو اللي سافر معايا.
وللأسف مرات أخويا توفت ولازم يرجع مصر عشان ياخد ولاده ويربيهم. من امبارح وانا في حيرة، هل اوافق على عرض اخو جوزي رغم كل اللي عملوه، ورغم عارفة انهم الاتنين طمعانين فيا عشان جوزي له النصيب الاكبر في البيت، ده غير ان ظروفي المادية حاليا الحمد لله بقت كويسة ومنصبي في الجامعة بقى كويس، ولا الغي فكرة الارتباط من الاساس واخد ولاد اخويا مع ابني واربيهم سوا؟ قولولي اعمل ايه؟ لصاحبة المشكلة، اتجوزي اي حد مناسب ليكي، لكن اكيد مش اخو جوزك، لانه المبادئ والاخلاق ما بتتجزأش. ومبدئيا ممكن تجيبي ولاد اخوكي معاكي حتى لو اتجوزتي حد مناسب، اخوكي يفضل موجود وولاده ويستقر في نفس البلد اللي انت فيها عادي. وانتوا قولوا لنا ايه رأيكم في التعليقات.